المحترم حسام غالي طلع امبارح في بودكاست، فضح الدنيا وكركب الدنيا خالص في إدارة الأهلي. طلع قال ايه بقى كابتن حسام غالي؟ طلع قال ان بيسألوه انت ازاي مش هتترشح لرئاسة النادي الأهلي وانت مش حاطط الموضوع ده في دماغك ولا لا؟ فرد عليهم قال لهم ان انا حاطه في دماغي ونفسي ان انا ابقى واحد من ضمن رؤساء النادي الأهلي، بس الوضع الحالي صعب جدا وشفت بعيني كل حاجة فيها فساد وفيها حتة ان كل الناس بتفكر في مصالحها الشخصية وقد ايه مفيش مبادئ ومفيش حاجات. واستشهد بمين بقى؟ استشهد بصالح سليم. تمام، قال ان المبادئ الحقيقية كانت موجودة في صالح سليم، وان كان في نظام وفي في اشارة واضحة وصريحة ان هو ما ذكرش حتى كابتن محمود الخطيب في التوقيت الحالي اللي هو فيما معناه مديره المفروض، بس هو ما ذكروش خالص. تمام، والكلام ده كان امبارح. يقوم بقى النهارده يحصل ايه؟ كابتن محمود الخطيب يجتمع باللعيبه بتاعت الاهلي ويشد عليهم في الكلام، وان النادي الاهلي ما بيقفش على حد وعايزينكم تبقوا رجاله وكذا وكذا وكذا. يحصل بالليل، النهارده بالليل، يطلع قرار رسمي من كابتن محمود الخطيب بيعلن عدم ترشحه لرئاسه النادي الاهلي لاسباب صحيه. يعني كده كلام كابتن حسام غالي امبارح كركب الدنيا خالص.